بتبدأ الحكاية مع الطفلة إيما اللي بتحكي لنا إنها عايشة في الوادي مع باباها ومامتها، وبتقول إن مش ده المكان اللي هي اتولدت فيه، وإن باباها ومامتها يبقوا حيوانات لاما لكنهم مش أبوها وأمها الحقيقيين. وبنشوف إيما وهي بتلعب مع مجموعة من اللاما لعبة تنشن، وبتكون إيما متفوقة عليهم، وعشان كده بيجي واحد فيهم أكبر منها وبيغير وبياخد النبلة بتاعتها. وعلى الرغم من ان إيما اصغر منه في الحجم الا انها بتبقى اذكى منه وبتقدر تاخد النبلة بتاعتها، فبيتغاظ منها وبيجري وراها، لكن إيما بتوقعه على الارض فبيتغاظ منها اكتر وبيفضل يقول لها انها مش واحدة منهم وان هم كلهم لامات وهي الوحيدة المختلفة اللي فيهم، وبيطلب من باقي حيوانات اللامة انهم ما يلعبوش معاها، وعشان كده بتتضايق إيما منهم. ووقتها بتقابل مستر ماوس اللي بيقول لها انه شاف ناس كتير زيها في العاصمة وانها لو حابة تقابل اهلها هيكون مستنيها بالليل، لكن إيما بتقوله انها مش المفروض تتكلم مع ناس ما تعرفهاش. ولما بترجع البيت بتتفاجئ ان باباها ومامتها عاملين لها عيد ميلاد وكمان جايبين لها قبعة على شكل فرو، وده علشان تبقى شبههم، لكن إيما بتتضايق وبتقول لهم ان عمرها ما هتبقى شبههم، وبتقول لهم ان النهارده مش عيد ميلادها وان ده اليوم اللي هم لقوها فيه. وبتسألهم عن أهلها فبيقولوا لها إنهم ما يعرفوش مكان أهلها الحقيقيين وإنهم لقوها عند البحر، وبيقولوا لها إن هم بيحبوها زي بنتهم وأكتر، لكن إيما بتفضل زعلانة لأنها حاسة إنها مختلفة وبتكون عايزة تقابل ناس شبهها، وعشان كده بتفكر في كلام مستر ماوس وبتقرر تستنى لما أهلها يناموا وتخرج تقابله. وفعلا أول ما بتتأكد إن باباها ومامتها ناموا بتخرج علشان تقابل مستر ماوس وبتسأله عن أهلها وبتطلب منه ياخدها العاصمة، لكنه فجأة بيهجم عليها وبيخطفها. وتاني يوم في العاصمة بنشوف إدوارد، وده عالم مهووس بنظريته اللي بتقول إن في كائنات تانية عايشة معاهم وإن الحيوانات مش الكائنات الوحيدة اللي موجودة على الكوكب، وبيقصد بالكائنات التانية دول البشر. وبيبقى معاه سانشو المساعد بتاعه، وده مش بيهتم بالعلم لكن كل اللي بيهمه هو الفلوس وبس. المهم ان هما الاتنين بيروحوا نيكولاي العالم المشرف على بحث إدوارد، وبنشوف ان نيكولاي بيشجع إدوارد على انه يناقش بحثه قدام اللجنة العلمية. وفعلا بيدخل إدوارد وبيقول للجنة ان في كائنات تانية عايشة معاهم على الكوكب، وبيرسم لهم صورة شبه البشر، وبيقول لهم ان الكائنات دي عندها 5 صوابع في ايديهم، وبيوري لهم حفرية فيها شكل أصابع بشرية، لكن العلماء مش بيصدقوه وبيقولوا له ان الحفريات دي ممكن تتزور بسهولة. فبيجيب لهم إدوارد هيكل عظمي لحيوان مفترس، وبيكون جوه معدته هيكل عظمي لكائن تاني، والكائن ده بيكون شبه البشر. وفجأة الهيكل العظمي بينهار، والعلماء برضو مش بيصدقوا إدوارد وبيقولوا له انه لو عايز ياخد الشهادة العلمية لازم يجيب دليل حي على كلامه. وبعد اللي حصل بيتضايق إدوارد وبيروح يحكي لنيكولاي اللي بيقول له اوعى تيأس، وانه في يوم ممكن يقابل كائن من الكائنات دي وساعتها هيقدر يناقش رسالته العلمية. وفي الأثناء دي بيقابل سانشو مستر ماوس اللي بيقول له انه جايب له كائن جديد، واول ما سانشو بيشوف إيما جوه القفص بينبهر وبيقول ان هو ده اللي كان بيدور عليه هو وإدوارد، وبيعرض على مستر ماوس انه يشتريها، لكن إيما بتزعقله وبتقول له انها مش للبيع، بس مستر ماوس بيتجاهل كلامها وبيطلب سعر كبير جدا. ووقتها بيجي إدوارد وبيتصدم أول ما بيشوف إيما وبيوافق يشتريها بسعر عالي جدا، وفعلا مستر ماوس بيوافق يبيعها. وساعتها إدوارد بيخرجها من القفص وبيحاول يتكلم معاها، لكن إيما بتترعب منه وبتزقه وبتهرب بسرعة من القفص وبتفضل تجري منهم. وإدوارد بيقول لها إنه مش هيأذيها وإنه بس عايز يتكلم معاها، لكن إيما بتبقى مرعوبة منهم وبتفضل تجري لحد ما بيحصروها، فبتقرر انها تنط في ماسورة الصرف وبتفضل تنادي يمكن حد يسمعها، لكنها بتسمع صوت مرعب وبتشوف خيال وحش شرس،
فبتفضل تقوله إنها مش عايزة تأذيه، وساعتها بتكتشف إن مفيش وحوش ولا حاجة وإن ده مجرد سلحفة صغيرة. فبتروح له وبتتعرف عليه وبتعرف إن اسمه نيوتن، وبتشوف إن نيوتن عنده طرف صناعي. وبعدين بياخدها على المعمل بتاعه وبيقول لها إنه مخترع وإنه اخترع آلات مميزة، وبيعرفها إنه عامل نظام دفاع قوي وإن محدش يقدر يخترق المعمل. وفجأة إدوارد وسانشو بيهجموا عليهم وبيبدأ نظام الدفاع يشتغل، وده بيدي وقت لإيما ونيوتن إنهم يهربوا للحديقة. لكن اللي بيحصل إن الإيد الصناعية بتاعت نيوتن بتقع منهم وهم بيجروا، وبيجي مستر بيرد وبياخدها، وبتفضل إيما تتحايل عليه علشان يديها الإيد لكنه بيرفض وبيكون فاكرها أكل. ووقتها إيما بتقرر تتنكر على شكل طائر وبتحاول تاخد منه الإيد، لكن مستر بيرد بيكشف خدعتها وبيتخانق معاها. وفي الوقت ده بيجي مستر بير، وده الدب المسؤول عن نادي الصداقة، وبيقول لمستر بيرد إن تصرفه ما ينفعش، وبياخد منه الإيد وبيديها لإيما، وبيدعو إيما للانضمام للنادي بتاعه وبيوافقوا، وبيدي لإيما صفارة وبيقول لها إنها لو احتاجته تصفر. وفي نفس الوقت بيجي إدوارد وسانشو، ولما مستر بير بيعرف إنهم متخانقين مع إيما ونيوتن بيصمم يصالحهم على بعض، وهم بيضطروا يسمعوا كلامه لأنهم بيكونوا خايفين منه. ومن الناحية التانية مامة إيما وباباها بيكتشفوا غيابها وبيفضلوا يسألوا الجيران عليها، لكن مفيش فايدة ومش بيلاقوها في أي مكان. وبنرجع تاني لإدوارد اللي بيقول لإيما إنه ممكن يخليها مشهورة، فبتقوله إنها مش عايزة تبقى عينة في معرض، لكن إدوارد بيقول لها إنها هتبقى أهم اكتشاف علمي. بس إيما مش بتهتم بكلامه وبتقوله إنها عايزة تدور على أهلها، فبيقول لها إنه ما يعرفش حد ممكن يساعدها، وبيعرض عليها إنه ياخدها للعالم كيو، وده لأنه يعرف معلومات كتير عن كل الكائنات ولف العالم كله وممكن يعرف أهلها فين. بس إيما مش بتصدقه وبتمشي وبتسيبه. وفجأة إيما بيختل توازنها وبتكون على وشك إنها تقع من فوق تل كبير، لكنه بيجري بسرعة عليها وبينقذها، فبتشكره وبتقرر تثق فيه، وبيتفقوا إنه هيوصلها للعالم كيو وإنها بعدها هتيجي معاه وهو بيناقش رسالته في الجامعة قدام العلماء. وبيفضلوا ماشيين، وطول الطريق بيفضل إدوارد يحكي لها عن الدكتور كيو وعن إنه ساعده كتير في أبحاثه وإن العلاقة بينهم قوية. والمفاجأة إنهم لما بيروحوا لكيو مش بيفتكر أصلا إدوارد، ووقتها إدوارد بيقنعه إنهم تبع شركة التنظيف، وبيعرفوا إن كيو عنده ألزهايمر، وعشان كده بيفضلوا يحايلوه وينظفوا المكتب بتاعه، وبيسألوه إذا كان شاف مخلوقات شبه إيما قبل كده. فبيركز كيو شوية وبيقول لهم إنه شاف مخلوقات شبهها في جزيرة التايتنز، وبيسأل إيما هي إزاي جت هنا وإيه اللي حصل لباقي شعبها. فبتقول له إيما إنها ما تعرفش، وبتطلب منه يقول لها هي فين جزيرة التايتنز دي. فبيروح ناحية خريطة الكرة الأرضية وبيشاور لهم على مكان الجزيرة، وبيقول لهم إنه اكتشف جزيرة التايتنز وكانت مليانة بشر في نفس حجمها. ولما بيسألوه عن تفاصيل أكتر بينسى أصلا هم مين، وبيقول لهم إنهم لو ما مشيوش من هنا هيبلغ البوليس. وبعدها بيقترح عليهم نيوتن إنهم يبنوا منطاد هوائي ويستخدموه في رحلتهم، وفعلا بيبدأوا يجمعوا في أخشاب وبيقدروا يبنوا منطاد كبير بيطير في الجو. ووقتها بتقلق إيما لحسن أهلها ما يتقبلوش وجودها أو إنهم يعاملوها إن هي مختلفة عنهم، لكن إدوارد بيطمنها إن مفيش حاجة هتحصل وإن أهلها أكيد هيحبوها. وفي الأثناء دي بيهجموا عليهم مجموعة من الطيور وبيقطعوا بالونة المنطاد، ووقتها المنطاد بيهبط بيهم بسرعة كبيرة. فبيقول لهم نيوتن إنهم لو ما صلحوش المنطاد بسرعة هيموتوا كلهم من شدة الاصطدام، وعشان كده إدوارد بيكون عايز يطلع يصلحه، لكن إيما بتقوله إن وزنه كبير وإن هي أخف منه. فبيربطوها بحبل وبتطلع إيما فوق بالونة المنطاد وبتقدر تخيط الجزء المقطوع، وبيقربوا من الجزيرة، لكن سكان الجزيرة بيحدفوا عليهم سهام مخدرة، وسهم منهم بيصيب إدوارد وبتكون إيما واقفة على كتفه، فبيقعوا من فوق المنطاد. وساعتها سكان الجزيرة بيربطوا إدوارد، لكن إيما بيسيبوها، وده لأنها بتكون شبههم. وبتحاول إيما تشرح لهم إن إدوارد طيب وإنه مش خطير، لكنهم بيعتبروها بتدافع عن مجرم وبيقبضوا عليها هي كمان.
السكان وبياخدوهم هما الاتنين للملكة. وطبعا إدوارد بينبهر إن عندهم نظام حكم أساسا، وبينبهر لما بيلاقي إن عندهم بيوت مبنية بطراز عمراني مميز، وبيقول إن ده أعظم اكتشاف اكتشفه في حياته. وبتسألهم الملكة عن نواياهم وعن السبب اللي جابهم، فبيرد إدوارد وبيقول إنه كان بيساعد إيما إنها ترجع لهم من تاني، وبيقول لها إنه عالم وإنه مش ناوي يأذيهم، لكنهم بيكونوا خايفين منه علشان حجمه أكبر منهم. فبتحاول إيما تقول لها إن إدوارد مش خطير ولا حاجة، لكن الملكة بتغضب وبتأمر الحرس إنهم يقتلوه. ولما إيما بتدافع عنه بيمسكوها بقسوة، وفي اللحظة دي بيفك إدوارد الأحبال اللي هو مربوط بيها وبيحاول يشرح لهم إنه مش عايز يأذيهم، لكن الملكة بسرعة بتروح وبتدوس على زرار، وفجأة إدوارد وإيما بيقعوا في حفرة عميقة، وبيتضح إن ده فخ منصوب من سكان الجزيرة، وبيسيبوا إيما وإدوارد محبوسين في الحفرة. وبعدها بيسمعوا صوت، فبتفضل إيما تنادي يمكن حد يساعدها، والمفاجأة إنهم بيشوفوا سانشو قدامهم فبيطلبوا منه المساعدة. والمفاجأة بقى هي إن سانشو بيكون استولى على المنطاد ورمى نيوتن في المحيط. ومش بس كده، ده بيقدر يخطف مجموعة من السكان وبياخدهم علشان نيكولاي يقدم البحث بتاع إدوارد ويبان إن هو اللي عمله. يعني من الآخر نيكولاي كان بيخطط علشان يسرق بحث إدوارد بمساعدة سانشو اللي مش بيفرق معاه حاجة غير الفلوس. وطبعا إيما وإدوارد بيتصدموا بسبب اللي حصل، وبتفضل إيما تلوم نفسها وتقول إنها لو من البداية سمعت كلام باباها ومامتها ما كانتش عرضت نفسها ولا سكان الجزيرة للخطر. فبيخفف إدوارد عنها وبيقول لها إن اللي حصل مش غلطتها، وإن سانشو ونيكولاي هم المسؤولين. وبعد شوية بيوصل نيوتن وبيقدر يخرجهم من الحفرة، وبيحكي لهم إن سانشو زقه من فوق المنطاد لكنه نسي إنه سلحفة وبيقدر يعوم، وعشان كده قدر نيوتن إنه ينقذ نفسه. وبعدها بتروح إيما لسكان الجزيرة وبتعتذر لهم عن اللي حصل، وبتوعدهم إنها هترجع الناس اللي اتخطفوا، وبتطلب منهم إنهم يساعدوها في بناء منطاد جديد. وبالفعل بيبنوا منطاد تاني، وفي الأثناء دي أبو وأم إيما بيقروا خبر في الجورنال إن في كائنات جديدة تم اكتشافها في جزيرة اسمها تايتنز، وده طبعا بيكون إعلان المؤتمر بتاع نيكولاي اللي بيكون عامله علشان يعلن عن اكتشافه الجديد. وساعتها أبو وأم إيما بيقرروا يروحوا على هناك علشان ينقذوها. وفي الوقت ده بنشوف نيكولاي اللي بيستعد علشان المؤتمر وبيقول إنه هيبقى مشهور، لكن فجأة إدوارد بيجي وبيقول قدام كل الناس إن نيكولاي كذاب وسرق بحثه. فبيتوتر نيكولاي وبيقول للناس إن ده سوء تفاهم، وبيطلب من إدوارد إنهم يتكلموا على انفراد. وفي نفس اللحظة بتقدر إيما إنها تتسلل وبتدخل لمكتب نيكولاي، وبتشوف مفتاح القفص اللي محبوس فيه سكان الجزيرة وبيكون مع سانشو. فبتفضل مستخبية وبتستنى سانشو ينام، وبتدخل وبتسرق منه المفتاح وبتحرر السكان. لكن قبل ما يخرجوا بيصحى سانشو وبيحبسها معاهم، وبعدين بياخد القفص وبيروح لنيكولاي اللي بيكتشف ان ادوارد عمل كده علشان يلفت انتباهه لحد ما إيما تحرر السكان، وعشان كده بيتعصب وبيحاول يضرب ادوارد. ووقتها إيما والسكان بيضربوا سانشو وبيحرروا نفسهم، وبيقدر ادوارد انه ياخدهم في الحقيبة بتاعته ويهرب. وبعدها بنعرف ان إيما واحدة من سكان الجزيرة فعلا، وإن بقالها سنتين بعيدة عنهم، وده لأنها وهي صغيرة كانت فضولية جدا واستغلت الفرصة لما دكتور كيو راح يكتشف الجزيرة لأول مرة وهربت معاه. لكن لسوء حظها حصل عاصفة قوية ووقعت إيما من المركب ووصلت للشاطئ بأمان، وساعتها لقاها 2 من اللامة وقرروا يتبنوها. المهم إن نيكولاي وسانشو بيطاردوا إدوارد لحد ما بيحصروه، فبيضطر إدوارد إنه يمشي فوق خشبة رفيعة وبيقدر إنه يوقع سانشو من فوقها. لكن نيكولاي بيجي وبيمسك الخشبة وبيكون على وشك إنه يوقع إدوارد وإيما وباقي السكان على الأرض. لكن ساعتها إيما بتلمح مستر بير وبتطلع الصفارة وبتصفر له، ووقتها مستر بير بيروح بسرعة علشان ينقذها. وفجأة إيما بيختل توازنها وبتقع، بس بيجي مستر بيرد وبينقذها وبيرجعها لباباها ومامتها اللي بيكونوا قلقانين جدا عليها. وبتطلب منهم إيما إنهم يساعدوا إدوارد، وبتقول لهم ياخدوا الحقيبة اللي فيها السكان ويخبوها لحد ما
هي تروح تنقذ إدوارد. وفي الوقت ده بيسمعهم مستر ماوس وبيروح بسرعة يبلغ نيكولاي، وطبعا إدوارد بيجري وراه وبيفضل يطارده علشان يمنعه ياخد الحقيبة. وفي نفس الوقت إيما بتكون طايرة على ظهر مستر بيرد وبتفضل تضرب في نيكولاي. وفي الوقت ده باباها ومامتها بيسيبوا الحقيبة علشان يخدعوا نيكولاي، وبالفعل بيروح بسرعة ناحية الحقيبة لكنه بيكتشف إنها فاضية وبيروح ياخد إيما رهينة، لكن إدوارد بيدخل وبينقذها. وفي الوقت ده بابا إيما ومامتها بينجحوا إنهم يوصلوا السكان بأمان للمنطاد. أما بالنسبة لنيكولاي فبياخد جزاؤه، وإيما وإدوارد بيزقوه وبيقع في بحيرة مليانة قروش. أما سانشو فبيفضل يتحايل على إدوارد إنه يسامحه، لكن إدوارد مش بيسامحه. بعدها الملكة بتشكر إيما وبتقول لها إنها بطلة، وبتودع إيما باباها ومامتها وبتقول لهم إنها هترجع تاني تزورهم، وبتقرر إنها تروح تعيش في جزيرة التاتيانز مع الناس اللي شبهها، وإدوارد ونيوتن بيقرروا يروحوا معاها. وبكده بتكون خلصت حكاية النهاردة.